أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية عن رغبته في تعزيز العلاقات الروسية المغربية ومواصلة الزخم التي تم إطلاقه خلال زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا عام 2016. وأشاد الرئيس الروسي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالملك محمد السادس معربا عن أمله في رؤية العلاقات الثنائية تتطور وتتسير على نفس الزخم الذي انطلق خلال زيارة الملك محمد السادس لروسيا في عام 2016. وفي معرض حديث عن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي في إفريقيا والعالم، نوه السيد بوتين بالإجراءات الهامة التي اتخذها جلالة الملك لتخفيف التوترات العالمية بشأن المنتجات الغذائية. ويمثل المغرب في هذه القمة التي يشارك فيها عددا من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة رئيس الحكومة السيد خنوش الذي جدد التأكد على التزام المغرب الدائم بعلاقته مع مختلف شركائه الاستراتيجي. وأشار السيد خنوش في هذا الصدد إلى أن العلاقات الدبلوماسية المتميزة التي تربط المغرب بروسيا منذ القرن الثامن عشر تعززت بشكل كبير منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموسكو في عام 2016. وذكر الرئيس الحكومة بأنه تم بهذه المناسبة إرساء شراكة استراتيجية معمقة تهم مجموعة واسعة من المجالات التعاون من بينها الزراعة والطاقة والصيد البحري والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم العالي. كما أشار السيد خنوش إلى أن القمة الروسية الإفريقية الثانية تنعقد في سياق دولي مضطرب وغير واضح يتسم بعدم الاستقرار وتصاعد الصراعات والتوترات في عدة مناطق من العالم أبرزها المغرب والجزائر. وهذا التصريح يجعل الدبلوماسية المغرب وروسيا أفضل من الجزائر وروسيا. فما هي ردة فعل الجزائر في هذا الحديث وهذا التصريح؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات.